عاش الله اكبر. عامل ايه؟ الحمد لله ربنا كنت يحفظك. عايز ابدا تمرين بنش. تبدا بايه؟ طيب فكره تمرين البنج، اول حاجه في تمارين بتبقى تمارين مجمعه اللي هي كومبلكس او الكومباوند، وتمارين ثانيه ايسوليت اللي هي العزل. فانت لما بتيجي تتمرن بار او بتتمرن جهاز او بتتمرن دمبل تجميع، هذه كلها اسمها تمارين مجمعه. مجمعه لان اشترك فيها كذا عضله في التمرين واشترك فيها كذا مفصل. مثلا اخش هنا على الجهاز اللي بتمرن عليه، لا ضم ايدك سنه بسيطه، لف ده، نزل كوعك، العب. هنا عندنا الصدر اشتغل معانا، دي هي العضله الاساسيه بتاعتنا، وشاركت معاها التراي لان هي اللي فردت المرفق بتاعنا، والعضله المساعده بتاعتها الكتف الامامي. يبقى في هنا 3 عضلات اشتغلوا معانا بشكل رئيسي. انزل. فالثلاث عضلات اللي اشتغلوا معانا 3 مفاصل، اشتغل معانا مفصل الكتف، واشتغل معانا المرفق، واشتغل معانا لوح الكتف الاسكابولا، عمل حاجه اسمها بروتراكشن. 3 مفاصل. فاحنا لما بنيجي نبدا التمرين بنبدا بالتمارين المجمعه اللي هي زي الجهاز او البار فلات او العالي او الدمبل. بس لو عايزين نقوي عضله التشيست او عضله الصدر او البكترالوس ميجور، بنشتغل اكتر تمارين العزل. تعالى كده زي كده بالظبط. هنا في تمرينتك انزل. جيد جدا. بس اطلع. ده تمرين عزل. فانت كل اعتمادك هنا في التمرين ان انت بتشتغل على عضلات الصدر، بتعمل حاجه اسمها هوريزونتال ادكشن. ولازم نتكلم بشكل علمي عشان في ناس بتتابع الفيديوهات بشكل علمي، ناس مدربين او ناس مختصين. انزل بالمرفق، نزل راسك، اطلع لفوق. دي تمارين العزل. سيبك يا كابتن احمد. فسواء انت اتمرنت دمبل فلات او اتمرنت دمبل عالي او على جهاز التفتيح او على الكيبل، اي تمرين بنفس الاتجاه ده دي تمارين عزل. التمارين دي استنى عشان ما ادكش بنيه في وشك. بتكتر منها علشان تستهدف بيها عضله الصدر، وعلشان تكبرها لو هي ضعيفه او فيها اي مشاكل. قول. طب الافضل ليا التفتيح الدمبل او تفتيح على الجهاز، تمام، ولا تفتيح على الكيبل؟ نوع. بالنسبه لنا افضل شيء هيكون الكيبل. خلاص، لان الكيبل بيشتغل معاك، بيعمل تنشن او بيزود الضغط على العضله سواء وانت طالع او وانت راجع، لانه بيسحبك. ففي كلتا الحالتين هو بيشتغل معاك. فبالنسبه لنا الكيبل. بعد كده هيبقى الدمبل، لان الدمبل بيشتغل معاك عكس الجاذبيه او بيشتغل معاك الجاذبيه. فوانت نازل هو بيجبرك ينزل لتحت، وبعد كده وانت طالع انت بتقاومه. يبقى بالنسبه لنا الكيبل، وبعد كده هيبقى الدمبل، وبعد كده هيبقى جهاز التفتيح. ايش تاني ممكن نقوله؟ تحياتي عشان عملاق. يا راجل. اقفل يا ابني.